سمعتي صوت القرمشه ده؟ القرمشه دي مش هتخلص من اول لاخر واحده. هنعمل بقى مع بعض مقرمشات وتسالي مملحه بدقيق القمح الكامل، يعني صحيه 100%، بديل للشيبسي والمقرمشات الجاهزه، اقتصاديه جدا بمكونات هتلاقيها في البيت عندك حالا وسهله قوي قوي. يلا نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم دقيق القمح الكامل وده نوع الدقيق اللي انا هستخدمه. هحتاج كوبايتين كبار من الدقيق، هحط عليهم معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. هحتاج كمان معلقة صغيرة من حبة البركة ومعلقة كبيرة من السمسم ومعلقة كبيرة من النشا، هيدي قرمشة تحفة. هحط هنا معلقة صغيرة مليانة قوي من بهارات البطاطس. لو ما عندكيش بهارات البطاطس هتحطي توم بودرة وبصل بودرة، من كل حاجة نص معلقة صغيرة. بس كده، هي دي المقادير الجافة. هقلبهم مع بعض كويس جدا. هنزل عليهم بربع كوباية من الزيت بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها، وابدأ بقى ابس الدقيق بتاعي ده كويس جدا بالزيت. مرحلة البس دي مهمة جدا. لما بنغلف الدقيق بتاعنا بالزيت كويس بتمنع تكون الجلوتين وبتخلي العجينة بتاعتنا ملهاش عرق، فده بيطلع المقرمشات خفيفة ومقرمشة ومش محجرة. هتبسي فيها لمدة دقيقتين وهيكون شكلها كده زي الرمل المندي. معانا بقى بنفس المج نص كوباية من المية الدافية، وهحط عليها معلقة صغيرة من الصلصة الجاهزة. هقلبهم مع بعض كويس جدا وبعد كده هحطهم على الدقيق بتاعي. لو مفيش صلصة هتستخدمي معلقة مليانة من البابريكا، ويا ريت بابريكا مدخنه، هتديكي نتيجه تحفه. الصلصه هتدي معانا لون وطعم حلو جدا، وزي ما قلتلك البديل بتاعها هو البابريكا. هنعجنها كويس لحد ما تلم معانا وتكون متماسكه بالشكل ده. العجينه بتاعتنا هتكون يابسه بنفس المقادير اللي قلناها، هتطلع العجينه بتاعتك مظبوطه ان شاء الله. عايزه اقولك ملحوظه مهم جدا، تعجني بميه دافيه او سخنه كمان عشان هتديكي نتيجه تحفه. هتخلي العجينه مظبوطه وملمسها حلو، علشان ده بيساعد على تطريه النخاله اللي في دقيق القمح وبيخليها تشرب الميه كويس وبتديكي نتيجه حلوه جدا للعجينه. العجينه بتاعتنا لازم نسيبها ترتاح ربع ساعه علشان لما نيجي نفردها تتفرد معانا كويس. هقسم العجينه بتاعتي لنصين، هاخد اول نص وافرده من غير ما ادهن زيت ولا رش دقيق ولا اي حاجه. انا هفرد العجينه بتاعتي على المفرش السيليكون، ولو هتفرديها على الرخامه برضو مفيش اي مشكله، العجينه تحفه. العجينه بتاعتنا هنفردها بسمك رفيع، بس برضو ما ترققهاش قوي زياده عن اللزوم، يكون فيها سمك شويه بالشكل ده. اول طريقه هنشكل بيها وهي اني هجيب حاجه زي كده مدوره وتكون صغيره، او لو عايزه تعملي مقاسات كبيره مفيش مشكله، هتكون تحفه برضو. وهبدا اعملهم. بصي مش هياخدوا منك وقت خالص، هتقطعيهم على طول، وتقدري تستخدمي اي شكل تقطعي بيه سواء مدور مربع اي حاجه. دي اول طريقه هشكل بيها، وهوريكي نشكل بايه تاني. لو ما عندكيش اي قطاعه او اي حاجه تقطعي بيها جاهزه هقولك تشكلي ازاي. اللي بنطلعه من حوالين الدوائر بنبدا نجمعه ونشكله تاني. بنرص بقى الاشكال بتاعتنا في صينيه مدهونه زيت. اهم حاجه ندي رشه خفيفه من الزيت للصينيه ونبدا نحط فيها المقرمشات بتاعتنا. ده الجزء التاني من العجينه، برضو فردته بسمك رفيع شويه، وهبدا بقى اقطعه. هتقطعيه بقطاعه او بسكينه او باي حاجه، الاشكال اللي تحبيها. ممكن تقطعي مثلثات، ممكن تقطعي مربعات زي ما انا هقطع كده، او اي شكل زي ما تحبي. الموضوع سهل جدا مش هياخد منك وقت. اهم حاجه بقى حطي لايك جميل، اوعي تنسي اللايك طبعا فضلا وليس امرا. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه في التسويه. الاول لازم نشك الاشكال بتاعتنا بعصايه الشيش طاووق او بشوكه او باي حاجه علشان ما تنتفخش في الفرن وتطلع مقرمشه وجميله. بعد كده لازم ندخل على فرن يكون سخن قبلها بربع ساعه، درجه حراره 180. بنحط الصواني بتاعتنا على الشبكه. لازم تاخدي بالك وتتابعي التسويه كويس لانها ما بتاخدش وقت خالص، بتقعد معاكي من 12 ل 15 دقيقه بس. هتعرفي لما تلاقي الاحرف خدت لون تعرفي ان هي كده جاهزه وتخرجيها من الفرن. عايزه اقولك ملحوظه، الرقيق زياده عن اللزوم بيتحروق في الفرن، يفضل انها يكون لها سمك شويه، بتطلع حلوه قوي وهي كده كده هتطلع معاكي مقرمشه جدا. جربوها هتعجبكم. هي بقى دي اللي تنفع لتسالي الصيف والسهرات والخروجات. لازم تعملوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. قبل ما اقفل عايزه اقولك ملحوظه كمان، التهويه. لازم تهوي المقرمشات بتاعتك وتسيبيها تبرد 100%، وبعد كده غلفيها في اكياس او في علبه محكمه، هتفضل معاكي ايام كتير وهي مقرمشه وتحفه. حطوا اللايك للفيديو ويا رب يكون عجبكم، وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.